يعني هسه اكو فد ممثله طلعت تقول انا تزوجت مسؤول وضربني بيها، تزوجته وبالسر وعلني قالتها، هسه علني يعني قدام الاعلام وسائل الاعلام وخلي يسمع العراقيين انه تزوجته بالسر ومسؤول كبير بالدوله، ضربني 3 مرات. ضربني 3 مرات وطاني بمكانهن 3 بيوت، بكل ضربه بيت. احنا نعرف احنا نعرف الضرب بس الضرب لو شلاق، لو بوكس، لو كله، لو دفره، هذا الضرب احنا نعرفه، بس نريد احنا من ضرب من اي نوع المفروض كان توضح. المضحك المحزن انه ضربك 3 مرات وهداك 3 بيوت. اي يعني مقابل كل تعنيف او كل ضربه بيت. هو ما كانت يعني ما كان لما يضربني يعني هو ينطيني بيت او شيء، بس كان هو اصلا شخص يعني هو يحب هاي التفاصيل شيء. ما في يوم من الايام اني جيت يعني لاحد يعني رجل او شيء قلت له مثلا يعني اريد فلان بيت او اريد فلان شغله، هو خاصه هذا الشخص كان لحاله يعني وحده. زين ليش ما قالوا له ضربك؟ شلون ضربك يعني نفتهم؟ زين كل ضربه ببيت، يعني هذا زين البيت ببيش، مين جاب هالفلوس هاي؟ البيت ايش قد سعره بيا منطقه طاج؟ غير اكو لجنه نزاهه تحقق. تعاي بابا انت من ضربك، شلون ضربك؟ اريد نفتهم. هسه اني من اريد اضربه فلان اضربه بدفره، اضربه شلاق، اضربه بوكس، كله، اضربه بيش ضربك؟ غير نفتهم. بيوت مش بيت. لا مش بيت. ما شاء الله. بلا حسب يعني هسه بالعراق نحن بنتمنى طبعا لك. انا اول مره احكي هالتفاصيل. كم بيت اهداكي؟ يعني بيتين وشقه بدوله. بيتين وشقه، 3 بيوت. اي هي الفلانة قال ضربني. ايه ضربني. لا ضربني مو دا اقول لك هسه الضرب اكو غير ضرب على مود نفتهم. طاها 3 بيوت. ضربة بيت زين لاحقين علي اني الفقير والنوبلاء عايفين هذا المسؤول اللي طاها ضربها وطاها 3 بيوت. زين ضربها يابا بس دقيقه. ضربها بشنو ضرب؟ ايش غير نفتهم؟ تعال واحد يطلع يفسر لنا الضرب هذا من اي نوع؟ ضرب قوي خفيف، ضرب بالليل بالنهار الظهريه، ضرب هو شارب ما شارب، ضرب شنو يعني ضوجته؟ غير نفتهم. واحد يطلع يفسر لنا هذا الحكومه البرلمانيين لجنه النزاهه اللي بلا نزاهه. يلا خلي هسه فهمونا مو لاحقين على الفقير. كتبوا باسمك؟ كلهم باسمي، كان يحس انه هو يعني ظالمني، كرمال يعوض عن ظلمه لك كان يهديكي بيت. وما فكرتي تبقي معه طالما عم يهديكي 3 بيوت؟ لا كان لا اكيد انا كرمت بسنه كان ممكن تنهدي شي 10 بيوت. بس يعني ما تحملت وضعه.